بيبدأ الفيلم كالعادة بصوت بيقول لنا إن فصل الشتاء مليان حاجات سحرية كتير، ولو في جنية عندها فضول تعرف كل حاجة فالأجنحة بتاعتها هتوصلها لحد هناك. ساعتها بنشوف الجنيات كلها مع بعض وكل واحدة فيهم بتعمل حاجة، زي وردة اللي بتساعد النباتات، وندى اللي بتلعب في المية، والنسمة اللي بتشيل ورق الشجر، والكل بيكون بيستعد لحاجة معينة. بيروح تميم وبيدي لتنا شوية تراب أساطير، وبنشوف مشيرة وهي بتنبه على الكل إن البوم الأبيض اللي جاي من أرض الشتاء قرب يوصل، وبتقول لهم أنا مش عاوزة أي غلطة. فأصيل بيقول لبلبل أنا بحب جدا أعمل السلة، فبيقول له الكلام ده بتاع العيال الصغيرة، أنا خلاص اتعلمت التركو. تنا بتروح لهم وبتبص عليهم وبتقول لهم أنا مش مصدقة إن إحنا بنعمل السلة وكل الأدوات اللي هتروح لأرض الشتاء. فأصيل بيسرح بالخيط وبيخيط إيد بلبل معاه، فتنا بتقول لهم يعني انتوا مش نفسكم تروحوا لهناك؟ الاتنين بينصدموا وبيقولوا لها احنا مش هنستحمل ساعة واحدة بس بسبب التلج. وأصيل بيقول لها أقول لك سر ما بيني وما بينك وما بين بلبل، أنا بخاف جدا من الأنهار التلجية، تحسيها ساكتة كده على طول. بيسمعوا الإشارة لأن البوم الأبيض وصل. مشيرة بتقول لهم شغلوا البقرة، وبتبدأ كل سلة تتحرك، وبتبدأ كل بومة تاخد السلة بتاعتها، لحد لما بيجي دور البومة الجديدة. بتفضل تخبط شوية ولكن بتقدر تاخد السلة. ومملكة الشتاء بتبعت لمشيرة إن هم محتاجين 20 سلة كمان، بس لازم يخلصوا بكرة. فمشيرة بتقول للجنيات يلا بسرعة نرجع للشغل، عندنا طلبية لازم نسلمها بكرة. وتنا ولا هنا وكل تركيزها في العالم السحري اللي نفسها تروحه. ساعتها فوز بتجري ورا الأرنب ده علشان تمسكه، فبتروح تنا وبتمسكه بالصنارة دي. فوز بتشكرها وبتقول للأرنب اجهز عشان انت قدامك طريق طويل لغابة الشتاء. فتنا بتقول لها هو انت هتاخدي الحيوانات لأرض الشتاء؟ فبتقول لها والله انا بحاول، بس الأرنب ده عنده كهرباء زيادة. فبتقول لها خلاص يبقى ساعدك. وفعلا تنا بتروح معاها ولكن ما بتعرفش تسيطر على الأرنب وبتفضل يجري في كل مكان. ومرة واحدة بيقف، فتنا بتقول له انت وقفت ليه؟ فبتبص وبتشوف الناحية التانية للغابة اللي بيكون فيها الطريق لأرض الشتاء. بيعجبها المنظر جدا، فبتقول لفوز احنا هنوصل الحيوانات دي في أي مكان. وعينيها بتلمع اللمعة دي، فبتقول لها احنا ما بنعديش الحدود يا تنا، احنا اخرنا هنا. فبتقول لها ليه؟ فبتقول لها الجو هناك تلج جدا، ومن زمان ممنوع ان حد يروح هناك او حد منهم يجي لهنا، ولغاية دلوقتي محدش يعرف ليه. وبتبدأ الحيوانات تعدي الجسر، واول لما بتروح لأرض الشتاء بيتغير لونهم للون الابيض. تنا بتقول لفوز انا مش مصدقه اللي انا شايفاه. بيجي دور الارانب وبيحصل معاهم نفس الحوار، وكلهم بيغيروا الفرو بتاعهم. والارنب اللي كان خايف بيعجبه الموضوع وبيفضل يلعب شويه وبعد كده بيعدي. بيجي دور الحيوان الكبير ولكن بيلاقوه نايم، ففوز بتروح له وبتقوله انت فهمت غلط، البيات الشتوي الناحيه التانيه، وهو ولا سامعها. فتنا بتستغل ان فوز مشغوله وبتعدي الجسر. اي نعم بتكون سقعانة جدا، ولكن الحاجات اللي بتشوفها بتخليها تنسى كل حاجة. بتفضل تمشي في الغابة، ولكن مرة واحدة الأجنحة بتاعتها بتنور. بتفضل سرحانة فيها لحد لما فوز بتشدها بالحبل وبترجعها تاني لأرض الجنيات، وأجنحتها هي كمان بترجع زي الأول. فوز بتفوقها ولكن بتنصدم لما بتلاقي واحد من أجنحة تنا متجمد، فبتاخدها جري على الدكتورة. ساعتها الجنية دي بتروح لها وبتقول لها أنا لبست في وردة، فبتقول لها حالتك مش خطيرة استني شوية. ده بيروح لها وبيقول لها انا حالتي خطيره، فبتقول له انت خبطت في قوس قزح، روح استحمى وهتبقى كويس. صحاب تنا بيوصلوا وبيسالوا عليها، فبتقول لهم تقصدوا الجنيه اللي عدت الحدود؟ هتلاقوها تاني اوضه على اليمين. بيروحوا لها وبيقولوا لها انت كويسه؟ فالدكتوره بتسكتهم وبتقول لتنا اجنحتك دلوقتي دافيه تقدري تطيري. وفعلا تنا بتقدر تطير واجنحتها بتخف. صحابها بيطمنوا، ولكن تنا بتقول للدكتوره طب واللمعان اللي انا شفته في جناحي؟ فبتقولها ده بسبب النور اللي اتعكس على الجليد. والدكتوره بتقول لها خد اللبتين دول ولو تعبت في اي وقت ارجعي لي. وبتمشي تنا وباقي الجنيات وبيقولوا لها انت محظوظه انك ما حصلكيش حاجه. فبتقول لهم كل ده كويس، بس انا بجد جناحاتي نورت. فبيقول لها طب ما انت سمعت الدكتوره، ده مجرد التلج عكس النور على جناحاتك. فبتقول لهم مفيش الكلام ده، انا متاكده انه كان بينور، حتى اسالوا فوز هي كانت معايا. ولكن فوز بتقول لها انا ما شفتش حاجه. بتحس ان اصحابها مش مصدقينها، فبتقول لهم انا حسيت ان في حاجه في ارض الشتاء بتناديني. بيفتكروها اتجننت وبيروحوا ينادوا الدكتوره. فتنا بتروح للمكتبه يمكن تلاقي اي معلومه عن الجناحات اللي بتلمع. تمسك الكتاب ده وبتقول في حد بياكل الورق، فالكائن ده بيقول لها مش انا. بتفضل تدور كتير على اي حاجه تساعدها، وبتلاقي كتاب علم الرياح وعلم الضوء لحد لما بتلاقي كتاب علم الاجنحه، واول ما بتفتحه بيطير منها. بتفضل وراه لحد لما بتمسكه، وبتبدا تدور فيه لحد لما بتلاقي صفحه بتتكلم عن لمعان الاجنحه.
بتفرح جدا وبتقول انا كنت عارفة. بتركز شوية فبتلاقي الصفحة اللي هي عاوزاها في حد واكلها. بتبص للكائن وبتقول له شكرا جدا، فبيقول لها انت لسه شفتي حاجة؟ فبتحاول تنة تقرأ اي حاجة، وبيبقى مكتوب فيه ان الجناحات بتلمع لما بيبقى فيه 2 وباقي الكلام بيبقى متاكل. فبتاخد تنة الكتاب وبتروح لصاحب المكتبة وبتقول له تعرف اي حاجة عن لمعان الاجنحة؟ فبيقول لها ملحقتش والله، الدودة كانت الصفحة دي. تنة بتزعل فبيقول لها اي نعم انا معرفش، بس الامين يعرف. فبتقول له مين ده؟ فبيقول لها هو اللي كتب كل الكتب دي. فبتقول له هو فين دلوقتي؟ انا عاوزه اقابله ضروري. فبيقول لها ده مستحيل لانه من جنيات الشتاء، فلو عاوزه تقابليه لازم تروحي الارض الشتاء، وده مستحيل لان اجنحتك هتتجمد وهتتكسر. تنة بتجيلها فكره وبترجع للبيت وبتفضل تقطع وتخيط علشان تعمل لبس شتوي. بتدخل اجنحتها جوه اللبس وبتاخد الكتاب معاها وبتفضل تتسحب لحد لما بتوصل للمخزن، وبتحاول توصل لواحده من السلات، ولكن اصيل بيروح لها وبيقول لها انت رايحه فين؟ وكمان ايه اللبس التقيل ده؟ فبتقول لهم انا رايحه الارض الشتاء. بينصدموا والبوم الابيض بيوصل، فبتقول لهم انا لازم امشي دلوقتي مفيش وقت. وبتطلع السله دي ولكن بيروحوا وراها وبيقولوا لها هو الموضوع ليه علاقه باللمعان اللي بيحصل لك؟ فبتقول لهم ايوه، في واحد هناك هيقدر يساعدني ويفهمني كل حاجه عن اللمعان اللي بيحصل. مشيره بتنادي على بلبل واصيل وبتقول لهم في مشكله في السله دي. بيترددوا لانهم بيكونوا خايفين على تنة جدا، ولكن بتقول لهم انا لازم اروح. فبيقولوا للمشيره احنا بس بنودع السله دي. وبيجي حظ تنة ان البومه اللي هتاخدها هي البومه المبتدئه. بتفضل تخبط في كل الجنيات ولكن في الاخر بتقدر ترجع لطريقها. ومشيره بتروح للجنيات وبتقول لهم احنا كده شغلنا خلص والحاجه رايحه لارض الشتاء. وتنة بتفضل مراقبه الطريق لحد لما بتعدي الجسر وبتروح لارض الشتاء. بيفضلوا ماشيين كتير لحد لما بيدخلوا جوه جبل وبيعدوا الناحية التانية اللي بيبقى موجود فيها مملكة الشتاء. وبيجي واحد من الجنيات وبيقول للبومة المبتدئة هتقدري تعمليها. لكن البومة بتخبط في الشجرة وبتوقع السلة اللي فيها تنة على باقي الجنيات، وتنة بتبص عليهم وهما بيعدلوا المكان، ولكن بتلاحظ ان كتاب الأجنحة مش معاها. بتبص على الأرض فبتلاقيه وبتحاول تتسحب علشان تاخده، ولكن ساعتها بيجي اللورد أو الملك بتاع مملكة الشتاء. فبترجع تنة بسرعة لمكانها والملك بيقول لهم ايه اللي حصل؟ فده بيقول له اصل البومه المبتدئه عملت هبوط عظيم. فبتقول له ما تحرجنيش بقى. فالملك بيقول له طالما الحاجه وصلت بخير يبقى كله تمام. تنة بتشوفهم مشغولين فبتحاول تجيب الكتاب ولكن ما بتعرفش، والكتاب بيتزحلق وبيروح تحت رجل الملك. فبيمسكه وبيقول اكيد في حد جابه هنا بالغلط، وبيديه للجنيات وبيقول لهم رجعوا لي الامين. تنة بتسمع الاسم وبتعرف ان ده الشخص اللي بتدور عليه، فبتفضل ماشيه ورا الجنيات لحد لما بتوصل لمكان الامين. بتستنى لما يخلصوا وبتدخل المكتبة وبتستغرب جدا لما بتشوف كل الكتب عبارة عن تلج لحد لما بتشوف الأمين وجنبه الكتاب بتاعها. ولكن بتدخل واحدة من الجنيات وبتنده على الأمين، وتنة بتسمعهم وهي بتقول له إن في حاجة غريبة حصلت امبارح. كنت قريبة من الحدود ومرة واحدة جناحاتي نورت. وهي بتتكلم جناحات تنة بتنور. فتنة بتروح لهم وبتلاقي جناحات الجنية بتنور هي كمان. الاتنين بيقربوا من بعض وبيكونوا مستغربين جدا اللي بيحصل. والأمين بيقول لهم أنا عمري ما شفت حاجة زي دي قبل كده. انا اي نعم كتبت عن اللمعان بس انا عمري ما شفته. انتم الاتنين تعالوا ورايا. وبيقول لهم حطوا رجليكم على قطعة التلج دي، واول لما بيلمسوها هما الاتنين بتبدأ تطير. والامين بيقول لهم حطوا جناحاتكم انتم الاتنين في اتجاه الضوء. بيسمعوا كلامه ومرة واحدة بتظهر الساعة اللي في ارض الناس، وبعد كده بنشوف الطفلة وهي بتضحك والضحكة بتاعتها بتتقسم لاتنين وبيتحولوا لزهور. واحدة بتروح لشجرة تراب الاساطير والتانية الهوا بياخدها لارض الشتاء. والاتنين اول لما بيلمسوا تراب الاساطير بيتحولوا لجنيات. وتنة بتقول جنيتين اتولدوا من ضحكة واحدة. فالجنية التانية بتقول لها ده معناه ان احنا اخوات. فالامين بيقول لهم ايوه انتم اخوات وكمان توأم، عشان كده لما بتقربوا من بعض اجنحتكم بتلمع. فهما الاتنين بيحطوا اجنحتهم مع بعض فبيطلع نور شديد وبيبعدوا بسرعه عن بعض. فالامين بيقول لهم اوعوا تعملوا كده تاني علشان محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل. وبيبداوا يتعرفوا على بعض. تنة بتقول لها انا تنة ورنة، والجنيه بتقول لها وانا اسمي فينكا. بتبص على رجل تنة وبتشوف القطن اللي عليها فبتقول لها ايه ده؟ وانا كمان عندي بس معمول من التلج. الملك بيروح للمكتبه وبيفضل ينادي على الامين
الامين. تنة وفينكا بيخافوا جدا، ولكن الامين بيقول لهم خليكم مكانكم وانا هتصرف. بينزل للملك والملك بيقول له انت استلمت كتاب الاجنحه؟ فبيقول له وانت كمان يا حبيبي وحشني والله. فالملك بيقول له حقك عليا، ما لحقتش اسلم عليك، اصل في موضوع مهم جدا عاوز اقول لك عليه. الكتاب اللي لقيته الصبح مخليني افكر في حاجات كتير، مثلا يعني لو في جنيه دافيه جت هنا هتستحمل التلج ده ازاي؟ فالامين بيقول له ممكن مثلا تلبس جاكيت وكمان تدفي جناحاتها. فالملك بيحذره وبيقول له دي القوانين اللي اتعملت علشان محدش يتاذي. الامين بيحاول يغير رايه، ولكن الملك بيقول له لو في اي جنيه غريبه جت لازم نرجعها في اقرب وقت. فالامين بيقول له اوامرك، والملك بيشكره وبيسيبه وبيمشي. الامين بيروح لتنة وبيقول لها انت سمعت الملك قال ايه، وانك لازم ترجعي قبل ما يحصل لك حاجه. تنة بتزعل جدا هي واختها، ولكن الامين بيقول لها الملك قال انك لازم ترجعي بس ما قالش امتى. بيفرحوا جدا وفينكا بتجري تحضن الامين وبتقول له شكرا جدا يا درويش. فتنة بتقول له درويش امال ايه بقى؟ الامين راح، الامين جه. فبيقول لها اصحابي بس هم اللي بيقولوا لي يا درويش. تنة بتلبس اللبس الشتوي بتاعها وبتودع درويش وبتسيبه وبتمشي. وفينكا بتقول لتنة انا جنية تلج بغطي اي حاجه بالتلج. فتنة بتقول لها وانا كمان من جنيات التنات، وانا برضو اللي عامله اللبس ده. وبيبداوا هما الاتنين يتعرفوا على بعض. وتنة بتحكي لها عن رحلتها هي وتميم علشان يلاقوا مرايه الامنيات، وكمان بتحكي لها عن زيزي وازاي قدرت تصلح علاقتها مع باباها. فينكا بتسمع كل الكلام ده وبتفرح جدا بشجاعه تنة، فبتاخدها وبتوريها الحاجات اللي بتجمعها. فتنة بتقول لها ايه ده، هو انت بتجمعي حاجات تايهه؟ فبتقول لها احنا هنا بنسميها حاجات ضايعه. وفينكا بتاخدها وبيفضلوا يلعبوا ويتزحلقوا على التلج وبيقضوا اليوم كله مع بعض. وفينكا بتاخد تنة وبتقول لها دي غابه الشتاء، وبتفضل تعرفها على اصحابها بس من بعيد. ولكن تنة بتتزحلق وبتنزل لتحت. صحاب فينكا بيروحوا لها وبيقول لهم انتم اخوات؟ لا وكمان شبه بعض في كل حاجه ما عدا اللبس والشعر. فالجنيه دي بتقول لها انت مش واخده بالك من حاجه، ان دي جنيه دافيه وموجوده في ارض الشتاء. فبتقول لها عندك حق، عارفه ده معناه ايه؟ فبتقول لها لا. فبتقول لها ده معناه ان احنا هنوريها مملكه الشتاء كلها. بياخدوا تنة وبيفضلوا يلعبوا على التلج، بيعملوا العربيات دي وبيكملوا لعب بيها. بيجي الليل وبنشوفهم قاعدين في بيت فينكا وبيبداوا يتعرفوا على بعض اكتر، لحد لما تنة بتسالها ايه اكتر حشره بتحبيها. فبتقول لها هنا مفيش حشرات لان الجو سقع عليهم جدا، بس انا قرات شويه عن الفراشات وحبيتهم جدا. وبتقول لتنة اوصفي لي مملكه الجنيات عامله ازاي. فبتقول لها المكان هناك دافي والالوان في كل مكان، ده غير ان هناك في انهار عكس هنا. فبتقول لها انا نفسي اروح هناك جدا. تنة بتبص على النار اللي مدفياها وبتقول لفينكا انا خليت المكان هنا دافي، وممكن كمان اخلي ارض التنات متلجه شويه. فبتقول لها انت فعلا تقدري تعملي كده؟ فبتقول لها قدمي المشيئه. فبتقول لها يعني يا تنة هتعرفيني على اصحابك وكمان هتخليني اشوف فراشه؟ فبتقول لها طبعا. ومره واحده النار اللي مولعاها بتسيح التلج والاتنين بيقعوا من فوق الجبل، ولكن بيجي الامين بالقط بتاعه وبينقذهم على اخر لحظه. وبيقول لتنة انت كويسه؟ فبتقول له الحمد لله. فبيقول لها الملك كان عنده حق، انت هنا مش في امان، علشان كده لازم نرجع تنة ورنة. الاتنين بيبصوا لبعض وبيكونوا في منتهى الحزن، والامين بياخدهم وبيروحوا للحدود. وبيقول لتنة جه الوقت انك ترجعي. بتودع اختها لانهم مش هيتقابلوا تاني. فالامين بيعيط وبيقول انا ما اقدرش اشوف الوداع ده، وبيبص الناحيه التانيه. فتنة بتقول لفينكا هقابلك هنا بكره. فبتقول لها انا كنت فاكره اني مش هشوفك تاني. فبتقول لها يعني اليوم اللي اعرف ان ليا اخت اودعها وما اشوفهاش تاني. وبتبدا تعرفها الخطه هتمشي ازاي. وبتروح تنة لبيت اصيل وبلبل وبتخبط عليهم، ولكن بيرموا عليها شبكه. واصيل بيروح لها وبيقول لها احنا كنا فاكرينك واحد من الاقزام. فتنة بتقول لهم انا محتاجاكم تساعدوني بس محدش هيعرف حاجه. بيروحوا للورشه وتنة وبلبل بيبداوا يعملوا حاجات معينه. ومره واحده بيدخل عليهم اصيل ومعاه كل اصحاب تنة، وبيقول لها انا ما قلتش لحد ما عدا ندى وفوز وورده ومنيره ونسمه. فبتقول له كتر خيرك يا اصيل. وبتقول للجنيات انا عندي اخت واتولدنا من نفس الضحكه. فاصيل بيقول لها عرفيهم السر اللي ما بيننا. فبتقول للجنيات اختي اسمها فينكا بس هي من جنية الشتاء، علشان كده بصنع الآلة دي علشان تقدر تيجي لهنا، وبعد كده هنروح للملكة. فالجنيات بتقول لها احنا هنساعدك في اي حاجة انت عايزاها. ولكن نسمة بتقول لها فكري في الموضوع شوية، يعني انت هتروح للملكة وتقولي لها دي اختي اللي انا هربتها من الحدود؟ فتنة بتقول لها لما الملكة تعرف ان دي اختي اكيد هتفهم الموضوع. فالجنيات بتقول لها طب يلا نبدأ الشغل، قولي لنا نعمل ايه. وبتفضل الجنيات كلها تشتغل طول الليل. وتاني يوم تنة بتقابل اختها على الحدود وبتقول لها جبت
جبت اللي انا قلتلك عليه. فبتنادي فينكا اصحابها اللي بيجيبوا مكعب تلج كبير، وبتروح تانا تنادي اصحابها اللي بيجيبوا الآلة اللي اخترعوها. وبتقول واحدة من اصحاب فينكا احنا لسه مش متأكدين الآلة دي هتشتغل ولا لا. فبلبل واصيل بيقولوا لها ما تخافوش احنا اللي عاملينها. فبتقول لهم ما هو ده اللي مخوفنا. فبيقول لها لاحظي ان كلامك جارح. وبيبداوا يشغلوا الآلة وبيسحبوا لوح التلج، فالآلة بتطلع تلج صغير. وفينكا بتقول لهم انتوا فعلا نجحتوا. وبتروح تحت التلج اللي بينزل من الآلة وبتقول لهم مفيش فرق اكني في ارض الشتاء. واصيل بيقول لها بص يا ستي هنبدا رحلتنا في ارض الخريف، بعدها هنعدي على ارض الربيع، وفي الاخر هنروح لشجر تراب الاساطير وهناك هتقابل الملكة. وتانا بتقول لها الملكة حكيمة جدا، واول ما تعرف ان احنا اخوات هتغير القوانين اللي حطها ملك ارض الشتاء. فينكا واصحابها بيفرحوا جدا وبيبداوا يتحركوا. ساعتها بنشوف البومة بتاعت الملك وهي بتراقبهم من بعيد، وبنرجع لفينكا اللي بتكون مبسوطة جدا من الحاجات اللي بتشوفها، وبالذات لما بتشوف النهر والضفادع اللي فيه. واصحاب تانا بيفضلوا واقفين بعيد مستنيين الاشارة. تانا بتديلهم الاشارة، فبتروح وردة تفتح النباتات، ومنيرة بتجري ترسم قوس قزح، وندى بتخلي المية تطير فوق فينكا، وفوز بتخلي الفراشات كلها تطير حواليها. وفينكا بتكون في منتهى السعادة بكل الحاجات الجميلة اللي بتشوفها، وبتفرح جدا لما بتحقق حلمها وبتشوف الفراشات. صحاب تانا بيروحوا لها، وتانا بتقول لاختها صحابي عملوا كل ده علشان يفاجئوكي. ووردة بتروح لها وبتقول لها اهلا بيكي على الارض، انا اسمي وردة. فنسمة بتقول لها دي جنية تلج مش كائن فضائي. فبتقول لهم فينكا انا مبسوطة جدا اني قابلتكم. فالجنيات بتقول لها انت فعلا شبه تانا. وبتروح وردة وبتقول لها خد الزهرة دي هي كمان اسمها فينكا. فبتتأثر جدا وبتقول لها انا هحافظ عليها جدا، وبتحولها لكرة من التلج. والجنيات كلها بيعجبها اللي عملته، وبنلاحظ ان فينكا بدأت تتعب، ومرة واحدة بتقع في الارض. وبتقول لتانا انا ما بقتش حاسة بجناحاتي. واصيل بيقول لهم التلج قرب يخلص. فتانا بتقول لها احنا لازم نرجعك تاني. بيربطوا جناحاتها وبياخدوها جري علشان يوصلوا للحدود، والتلج بيكون خلاص هيخلص، ولكن بيقدروا يوصلوا في اخر لحظة. الملك بيوصل هو والبومة بتاعته وبيشوف جناحات فينكا. فتانا بتقول له ارجوك ساعدها. فالملك بيقول لفينكا افردي جناحاتك وخلي التلج يلمسهم. بتسمع كلامه وفعلا جناحاتها بيرجعوا زي الاول. تانا بتفرح جدا، والملك بيقول لها علشان كده ما ينفعش حد يعدي الحدود. ولكن فينكا بتقول له احنا كنا هننجح بس كنا محتاجين مكعب اكبر. فبيقول لها وبعد ما يخلص هتعملي ايه؟ انت جناحك كان هيتكسر. فبتقول له بس ده ما حصلش لان كان معايا تانا واصحابها. فبيقول لهم القانون ده علشان يحميكم، ومن النهارده مش هتشوفوا بعضكم تاني. وبيسيبهم وبيمشي، ولكن تانا بتوقفه وبتقول له احنا اخوات. بيلف وبيقول لها ده سبب اكبر علشان تحافظوا على بعض. وبتفضل فينكا تعيط، والجنيات بتقول لتانا يلا علشان نمشي. ولكن تانا بتقول لهم لا مش همشي. وبتقول له بص يلا قوانينك دي تمشي على اي حد تاني، اما انا ما حدش في الكون ده كله هيقدر يفرقني عن اختي سامع. الملكة بتوصل وبتقول لها مش هو اللي حط القانون ده، انا اللي عملت كده علشان ما حدش يتأذي. تانا بتزعل جدا لان الملكة كانت اخر امل علشان تغير القانون. فينكا بتكون ماشية ولكن بتجري وبتحضن تانا، والاتنين بيكونوا في منتهى الحزن لانهم مش هيشوفوا بعض تاني. الملكة بتبص للملك والملك بيبص للملكة، وفي حاجة كده احنا مش عارفينها. المهم الملك بيركب البومة بتاعته، وقبل ما يمشي بيزق الآلة اللي تانا صنعتها في النهر، وبيرجع لأرض الشتاء. ولكن الآلة بتتحشر في الشجرة دي والتلج المتكسر بيجي عليها، والآلة بتبدأ تشتغل بطريقة رهيبة. ساعتها بنشوف فينكا وهي قاعدة بتشوف ازاي هي وتانا بقوا اخوات، وبتكون مفتقداها جدا. ومرة واحدة بيدخل عليها الملك. ساعتها تانا بتروح للملكة وبتقول لها ليه عملت كده. فبتبدأ الملكة هي والملك يحكي لهم السر اللي خلى الجنيات ممنوع تعدي الحدود. والحكاية هي ان في اتنين من الجنيات حبوا بعض، هو كان من جنيات الشتاء وهي كان من جنيات الدافية، والاتنين حبوا بعض بطريقة محدش يتخيلها. وكانوا كل يوم في وقت الغروب يقابلوا بعض على الحدود، وكل ما حبهم يزيد لبعض كل ما يبقى نفسهم يكملوا العمر كله سوا، لحد لما جه اليوم اللي كسروا القواعد فيه وواحد منهم عدى الحدود ولكن جناحه اتكسر. فتانا وفينكا بيسألوا ايه اللي حصل للاتنين اللي كانوا بيحبوا بعض، فبيقولوا لهم ودعوا بعض للأبد. تانا بتزعل جدا لان مش هتشوف اختها تاني، ولكن بتلاحظ ان الجو بقى بارد شوية. فكل الجنيات بيجروا ناحية الحدود وبيشوفوا الآلة اللي صنعوها عاملة عاصفة من التلج ومحدش عارف يوقفها. فبتجري كل الجنيات وبتفضل تزق في الآلة لحد لما بيخرجوها. الكل بيفرح، ولكن برضو العاصفة ما بتقفش وبتفضل تكتر في أرض الجنيات. ومساعد الملكة بيقول لهم في خلل حصل في الطبيعة، وبيشوفوا الشجرة بعد ما اتجمدت بتقع في الأرض. فوزير الخريف بيقول للملكة احنا لازم نلحق شجرة تراب
الاساطير. فالملكة بتقول لهم احنا لازم نعمل اي حاجة علشان نحميها. فبتبدأ كل الجنيات تستعد، بيخبوا كل الحيوانات وبيوزعوا القماش على كل الجنيات، وتنة بتودي كل الحيوانات الباقية للبيت بتاعها. بتكون ماشية ولكن بتشوف الوردة اللي فينكا جمدتها بدأت تسيح، وبتلاحظ كمان ان الوردة لسه حية. فبتجيلها فكرة، ساعتها شجرة تراب الاساطير اللي موجودة في ارض الشتاء بتبطل تنزل تراب. ودرويش بيقول لهم انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. ساعتها تنة بتكون رايحة لهم، وفينكا جناحاتها بتنور، فبتعرف ان تنة قريبة منها، ولكن تنة ما بتستحملش التلج وبتقع في الارض. بتبص على جناحاتها وبتنصدم. فينكا بتروح لها وبتقول لها ايه اللي حصل، فبتقول لها ارض الجنيات هتتجمد بسبب الخلل اللي حصل في الطبيعة. فدرويش بيقول لها علشان كده شجرة تراب الاساطير اللي عندنا ما بقتش تشتغل. فتنة بتقول لها التلج بتاعك حافظ على الزهرة. فصاحبتها بتقول لهم التلج عامل زي الغطا، بيحافظ على الحرارة من جوه وما بيخليش اي حاجة توصل له من بره. فدرويش بيقول لهم انتوا مستنيين ايه، يلا بسرعة. بياخدوها جاري لحد لما بيوصلوا للحدود، وبينصدموا اول لما بيشوفوا غابة الخريف وهي متجمدة، والتلج بيكون بيمشي بسرعة ناحية شجرة تراب الاساطير. فتنة وباقي الجنيات بيكملوا طريقهم. ساعتها القماش اللي كانوا مغطيين بيه شجرة تراب الاساطير الهوا بيطيروا، وبلبل واصيل بيقولوا للملكة الموضوع ده مش هينجح. ساعتها بتوصل تنة وباقي الجنيات، وفينكا بتشرح للملكة هم هيعملوا ايه، وبيبدأوا يجمدوا شجرة تراب الاساطير كلها. ولكن الجو بيتلج اكتر على الجنيات، فبيبدأوا يوزعوا اللبس الشتوي عليهم. وجنيات الشتاء بتقول لهم الشجرة كبيرة جدا ومش هنلحق نحميها كلها، والكل بيكون في منتهى الحزن. ولكن مرة واحدة ملك الشتاء بيجي وبيجيب معاه كل جنيات الشتاء. الملكة بتفرح جدا، وفينكا بتقول للملك احنا لازم نغطي شجرة تراب الاساطير الاول وبعد كده نروح لباقي الفصول. فالملك بيؤمر المساعد بتاعه يروح هو وشوية جنيات لفصل الربيع والصيف، والباقي يروح وراه علشان يغطوا الشجرة. اللبس بتاع وردة بيطير، فالكائن ده بيمسكه وبيقول لها خليكي في مكان دافي. فبتقول له ما وعدكش، وبتبص له البصة دي، واخد بالك انت احنا في ايه ولا في ايه، الشجرة بتموت. المهم بتبدأ كل الجنيات تغطي باقي الفصول، والباقي بينجحوا ان هم يحموا شجرة تراب الاساطير. الملك بيروح لهم وبيقول لهم العاصفة قربت، لازم تروحوا المكان دافي. فبيروحوا كلهم يستخبوا في الشجرة. والملكة بتقول للملك هو كل حاجة هتبقى كويسة. فبيقول لها انا معرفش، انا عمري ما شفت حاجة زي دي قبل كده. فالملكة بتقول له فبيقول لها ألف سلامة، وبيقلع الجاكيت وبيديهولها. فبتبص له البصة دي وبيسيبها وبيمشي. انتوا في ايه ولا في ايه، الشجرة بتموت. ولكن وهو ماشي بنشوف جناحه مكسور، وبنعرف ان الاتنين اللي كانوا بيحبوا بعض زمان هما الملك والملكة، واضطروا يبعدوا عن بعض علشان محدش يتأذي تاني. وبتبدأ كل جنيات الشتاء يقفوا قدام العاصفة، وفعلا العاصفة بتغطي الشجرة وكل أرض الجنيات. تنة بتخرج وبتشوف ان الشجرة بطلت تنزل تراب اساطير، والكل بيفقد الامل. ولكن لما الشمس بتيجي في الشجرة بترجع تاني تنزل تراب، والكل بيفرح وبيكونوا في منتهى السعادة لانهم قدروا يحموا شجرة تراب الاساطير. وساعتها بنشوف شجرة تراب الاساطير اللي في ارض الشتاء هي كمان رجعت تشتغل. وفينكا بتقول لتنة يلا عشان نحتفل، ولكن تنة بتفضل واقفة مكانها. بتروح لها وبتقول لها في ايه. فتنة بتقلع الجاكيت وبنكتشف ان جناحها اتكسر. الكل بينصدم، وبنعرف ان لما تنة كانت رايحة لأرض الشتاء ووقعت في الأرض، وده لأن جناحها كان اتكسر. فبتقول لها فينكا انت ليه ما قلتليش في وقتها. فتنة بتقول لها احنا كان لازم ننقذ شجرة تراب الأساطير الأول، ده غير ان مفيش علاج للجناح المكسور. بتحضنها وبتقول لها حقك عليا يا تنة، والكل بيبقى في منتهى الحزن. ولكن الملك بيقول لهم كل ده حصل علشان احنا حاولنا نفرق ما بينكم. والملكة بتقول لهم بس مفيش قوانين من النهاردة وهتقدروا تعيشوا مع بعض. ولكن الجو بيبدأ يدفى. فتنة بتقول لها انت لازم ترجعي دلوقتي، ولكن فينكا بتكون خايفة عليها جدا. فتنة بتقول لها ما تقلقيش انا هبقى كويسة، وبكرة هنتقابل عند الحدود. وبيحطوا جناحاتهم مع بعض برغم ان درويش حذرهم وان هو ما يعرفش ايه اللي ممكن يحصل. ولكن جناحاتهم بتنور، ومرة واحدة جزء من جناح تنة ورنة بيخف. بيبصوا لبعض وبيحطوا جناحاتهم تاني، ولكن المرة دي بيطلعوا نور كبير وجناح تنة بيخف بالكامل وبترجع تطير زي الاول. والكل بيفرح جدا وبيبدأوا يحتفلوا. وتنة وفينكا بيطيروا وبيشوفوا التلج وهو بيسيح من أرض الجنيات. وبعد مدة من الوقت بيبقى عادي جدا إن الجنيات تروح لأرض الشتاء، لأنهم لقوا طريقة يحافظوا على أجنحتهم، وهي إن هم يغطوها بالتلج، وبكده مش هيحصل لهم أي حاجة. وأخيرا بيقدر صاحب المكتبة يقابل درويش، وفوز تقابل جنيات الحيوانات اللي زيها، والكل بيكون مبسوط جدا. الكائن ده بيروح لوردة وبيقول لها ازيك انا صقيع. فبتقول له ما انا
عارفة، قصدي يعني انا كمان اسمي وردة. فبيقول لها الله ده اسم جميل جدا. فبتقول له انا شكلي هضعف ولا ايه؟ وتانا وفينكا بيعملوا مفاجأة لكل الجنيات وبيرموا كمية كبيرة من الورد مع التلج. وبلبل بيجيب لجنية اسمها نيرة البلوت اللي كان نفسها فيه، والملك اخيرا بيقدر يعيش مع الملكة من غير ما حد يحصل له حاجة. واخيرا تانا واختها بيقدروا يعيشوا مع بعض للابد، والكل بيرتبط وبيكون مبسوط الا انت.